السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكيف ما كان متوقع بالنسبة لي صراحة، توقعت بأن المباراة ما غاديش تكون أحسن مما شفنا. فاليوفنتوس عكس مانشستر سيتي باين واضح أنه داخل هذه البطولة بشكل جدي، ما عندوش الحسابات ديال تجريب لاعبين، اكتشاف خطط جديدة. فكان واضح منذ المباراة الأولى أنه يعني دخل هذا الكأس العالم للأندية بواحد النوع من الجدية، من أجل أولا تعويض الموسم الفارط اللي كان الأداء ديالو متذبذب، وكذلك الربح المادي. هذه البطولة معروفة بأن الجوائز ديالها المادية جوائز مهمة، جوائز معتبرة، سواء في التسجيل أو سواء في الانتصار وبلوغ الادوار المتقدمه. كنظن بان يوفنتوس دخل مقابله بجديه، فكان واضح بان يوفنتوس عنده جوج لاعبين محركين تقريبا للفريق، كندوي على يالديز وعلى كونسيساو. نقدر نقول بان وداد يعني عرف نوعا ما يتعامل مع كونسيساو، ولكن هاد التعامل مع كونسيساو فرع اعطى واحد النوع من الاريحيه ليالديز في الوسط. قد نقول بانه دار واحد النوع من البلوك على كونسيساو، ولكن في المقابل فراه يلديز لقى حريه اكبر، بعيدا على اللغه ديال العاطفه واللغه ديال اننا كنا يعني تمثيل مشرف ومشاركه مشرفه. هذا الكلام العاطفي اللي بعيد كل البعد على كره القدم. فراه بامانه هذا هو مستوانا، هذا هو مستوى الكرة الوطنية يعني المحلية. فرا اللي تفرج في المباراتين غيعرف بأن كاين واحد الفرق شاسع وكبير جدا بين المستوى ديالنا المحلي والمستويات العالمية على جميع المستويات، لا في التنظيم، لا في المهارة، لا في القدوة، حتى نقدر نعتبر الجانب النفسي. فراه ما يمكنش المباراة الأولى أنت داخل خايف. فكانت واضحه بان اللاعبين كانوا، حتى المدرب كان داخل خايف من انه يتلقى يعني نقدر نقول لكم شي حصه كبيره. المباراه الثانيه نوعا ما حاول انه هذه النقطه ديال التخوف انه يحيدها، ولكن كانت واضحه وضوح الشمس. زيد عليها الاخطاء الفرديه ديال اللاعبين، لا في التغطيه. فراه ما كندويش غير على بوطويل. فراه بكل امانه هذا هو مستوانا. ما يمكنش لك تلوم لاعب على انه كيدير مستواه وكيلعب فقط بداك الشيء اللي تيعرف. بوطويل هذا هو مستواه. الوداد البيضاوي كنظن بانه ما دخلش او ما استعدش لهذه البطوله كما يجب، حتى الانتدابات عليها اكثر من علامه استفهام. جميع اللاعبين بهاد اللاعبين تقدر دير شي حاجه مستحيله، وخصوصا انت في المجموعه اللي صعبه، المجموعه اللي فيها مانشستر سيتي وفيها يوفنتوس. كنظن بان كل الامال مباراه ديال العين. فراه هذه هي المباراه الحقيقيه، هذا هو اللي تقريبا نقدر نعتبرها المستوى ديال الوداد. فنشوفوا كيفاش غيتعامل معها. فراه كنظن بان كاس العالم الحقيقيه والاختبار الحقيقي للوداد فراه هي مباراة العين. فلا مانشستر لا يوفنتوس، يعني بكل امانه ماشي من مستوى الوداد. وفي النهايه كنتمنى ان الوداد البيضاوي ينتصر على العين الاماراتي، اللي كنعتبره هو الاختبار الحقيقي للوداد البيضاوي في هذه البطوله.